بقولك ايه؟ عايز تتقبل في الانترفيو؟ ركز معايا وانت داخل اي انترفيو لازم تكون محضر الحاجات دي كويس جدا. رقم واحد، الالتزام بالمواعيد. اهم حاجه لازم توصل قبل ميعاد الانترفيو ب 10 او 15 دقيقه، ده هيبين انك ملتزم ومنظم وبتحترم الوقت. رقم اتنين، البادي لانجوج. خليك واثق دايما من نفسك وحافظ على الاي كونتاكت وابتسم واقعد مرتاح بشكل يعكس احترافيتك واحترامك. رقم ثلاثة، الكوميونيكيشن. اتكلم بالراحه وبثقه، خلي كلامك واضح ومفهوم. لو حسيت ان السؤال مش واضح مفيش اي مشكله خالص انك تقول ممكن توضح اكتر، ده هيبين قد ايه انت مهتم تفهم وتجاوب بشكل دقيق. رقم أربعة، خليك حماسي. اتكلم عن نفسك بشغف ووضح ازاي مهاراتك وخبراتك هتخليك مناسب للشغل ده. ويا سلام بقى لو عندك مواقف عمليه بتثبت ده، احكي عنها وما تترددش. زي مثلا في شغل القديم قدرت احل مشكله معينه وكانت النتيجه ايجابيه على الشركه كلها. رقم خمسة، اسال الاسئله الذكيه. الاسئله الذكيه اللي بتفرق جدا. اسال عن التفاصيل زي ايه التحديات اللي ممكن تواجهني في الشغل معاكم، ازاي بتقيموا الاداء هنا. ده بيبين انك مهتم ومركز في اللي بيحصل. في نهايه الانترفيو اشكر الشخص اللي قابلك على وقته وعلى الفرصه، وخليك ايجابي وواثق ان التحضير والاحترافيه هم اللي هيحسموا النتيجه. خليك جاهز واثبت انك دايما تستحق.